بعيد عن الكوره، عايز اقول لك ان الراجل ده خارج من بيت اصول، من بيت شبعان، من بيت متربى على طبليه ابوه زي ما بيقولوا كده بالبلدي. النهارده انك لعيب تسمع شتيمتك بالاب وبالام ويتقال عليك العبيط اهو العبيط اهو من الوفات الجماهير. اي لعيب تاني ما عندوش الفكر الاوروبي وما عندوش فكره ان هو لعيب سوبر ولعيب مجتهد في ارض الملعب، هيخرج بره الجيم خالص ومش هديك 20 30% من طاقته. النهارده احمد سيد زيزو بيثبت نفسه على ارض الملعب وبيقول لهم انا هنا اهو، اللي عايز يشتم يشتم انا برد في الملعب. وفي الاخر توج بالبطوله. احمد سيد زيزو يا جدعان لعيب اوروبي، لعيب خامه عاليه جدا، لعيب مكسب للنادي الاهلي. اعتقد انا من الجماهير اللي كانت بتفهم كوره وبتقول لك سواء زيزو في الزمالك مؤثر جدا ونجم الفريق، وسواء جه الاهلي هيفضل نجم الفريق وهيدي اضعاف ما كان بيدي في الزمالك زي امام عاشور بالظبط. وزي لعيبه كتير احنا جبناها من الزمالك اتحطت في الاهلي وكانت قد الكفاءه، زي بقى كهربا وياسر ابراهيم ومؤمن زكريا ربنا يشفيه. في الاخر الراجل ده معلم عرف يديهم درس صح. وفكره ان هو ما سلمش على حد من اداره نادي الزمالك. فالراجل، انا من وجهة نظري لو انا مش فاهم القصة، لا الراجل عنده حق. انك تسلم على حد واكلين فلوسك وظالمينك وعاملين يشتموك من اول دقيقة ما بدأ الماتش. فانا يا باشا اعمل اللي انا عايزه، يكفى ان انا توجت بالبطولة وبس.